المرأة التي ترضع فضيلة الشيخ ويشق عليها الصوم كيف تفعل؟ هذه يا الأخت فاطمة الزهراء تفطر. لماذا؟ لأنه هو رب سبحانه قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذا كان الأم هذه المرضعة إذا كان ما تفطرش وما تاكلش تتضرر هي ويتضرر تبعا لذلك الضرر ابنها، ومن حقه أن يرضع من والدته. لو كان هي تصوم ممكن تسلب حقه في الرضع يعني، وهذا لا يليق، غير مقبول شرعا. الحمل هذه الأعذار المبيحة للإفطار. كاين أعذار للجميع للذكور والإناث، يعني الكبر مثلا كبر السن، المرض إلى آخره، السفر. ولكن كاين أعذار خاصة بالنساء، الحيض والنفاس والحمل والرضاع. مادام راهي ترضع وليدها هذا عذر يسمح لها بالإفطار. بعد إن شاء الله تعالى بعد رمضان تقضي تلك الأيام حينما تستطيع إلى ذلك سبيلا، في أيام الشتاء مثلا فتقضي أيامها، تقضيها متفرقات أو متتاليات متتابعات، كلاهما صحيح.